السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع وصفات ام فيصل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي غادي تحتاجوها ايام عيد الاضحى، وهي بودره الثومه اللي كنشريوها بواحد الاثمنه غاليه من المحلات التجاريه، وانتم ممكن لكم بطريقه جد سريعه وسهله تحضروها في الدار ديالكم. بقاو معايا تشوفوا الطريقه، راه جد سهله وناجحه 100%. وبالنسبه لهاد البودره ديال الثومه كنحتاجوا ليها واحد الحفنه. انا راه ما درتش معكم المرحله من الاول. واحد الحفنه ديال الثومه كتشدوها وكترقدوها في الماء مده ساعه باش كترطب، باش كتسهل عليكم تقشروها. غادي نقشروها كامله وغادي نحمروها، وبقاو معايا صافي. ودابا كما كتشوفوا معايا بعد ما خليت الثومه ترقدات ساعه ونقيناها باش كتسهل علينا دغيا كنقشروها. دابا غادي نقطعوها على شكل طولي كما كتشوفوا معايا هكا. وغادي نديرو مع واحد الكاس ديال السميده رقيقه، وكنبقاو نحركوها فوق نار مهيله. هاد السميده الرقيقه الدور ديالها باش ما كتحرقش لينا الثومه، وكنبقاو نحركوها حتى كتنشف من الماء تماما. اللي باش غادي نغربلو السميده، نحيدوها ونطحنوها تقريبا. كنبقاو نحركو فيها تقريبا حتى كتشوفوها نشفات من الماء. ما خاص ساعه، شي ثلث شي 20 دقيقه هكاك، وحنا كنحركو حتى كتنشف. كما كتشوفوا معايا بعد ما جففنا الثومه مزيان كنغربلوها من ديك السميده، يعني كنغربلوها مزيان وكنطحنوها باش كترجع لينا على شكل بودره. كاش كندير يلا صافي صافي. شتي دابا كيفاش طحنات ولات بودره ديال الثومه. كطحنوها مزيان، ولا ما طحناش لكم مزيان يمكن لكم تغربلوها، ولكن طحنتها مزيان. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال بودره الثومه. شوفوا راه كتجي زوينه وكتجي ناجحه 100%. وكما كتعرفوا راه في المحلات التجاريه كتباع باثمنه غاليه، واحد شويه كتشريوه يعني بثمن غالي. اللي صايبتوها في الدار راه من الاحسن تصايبوها في الدار، كطيح لكم بثمن رخيص وكديروا منها كميه كبيره وكتبقى لكم مده كبيره. الى عجبتكم هذه الطريقه وعجبتكم الوصفه كنتمنى تشاركوها مع الاصدقاء ديالكم وتجربوها. والى اللقاء مع وصفه جديده ان شاء الله.